اهلا بيكم في حلقه جديده من حكاوي سقراط. بس النهارده انا مش جاي اتكلم عن الفلسفه، انا جاي اتكلم عن ظاهره اسمها محمد سامي. الراجل ده من يوم ما طلع على الساحه وهو عامل زي الموجه، يا اما هتحب شغله جدا يا اما هتقول هو ده اسمه اخراج برضه. بس تعالوا ناخد الموضوع من اوله ونشوف هل محمد سامي مخرج جامد ولا مجرد ظاهره صوتيه. البدايه مع مسلسل ادم. اول ما ظهر مع تامر حسني في مسلسل ادم الناس قالت لك مين المخرج الجديد ده؟ شغله نضيف وصورته حلوه. وبعدين قام رايح عامل مع سبق الاصرار مع غادة عبد الرازق وقال لك انا بتاع الدراما التقيله. لكن الانطلاقه الحقيقيه كانت مع مسلسل الاسطوره مع محمد رمضان سنه 2016، وهنا بقى بدا الجد. محمد سامي قال لك انا مش مخرج وبس، انا بخلق عالم كامل. وعالم الاسطوره كان خليط ما بين الاكشن والحنيه والعشوائيات والاوفر اكتنج، مفيش مشكله. ده رفاعي الدسوقي لما مات الناس كانت بتعيط في الشوارع وسامي كان بيكسب. بعد شويه شغل هنا وهناك رجع لنا في 2023 بجعفر العمده، واللي حصل المسلسل بقى حديث كل الناس، ميمز على الفيس، مشاهد بتتقسم، حوارات بقت ترند. يعني باختصار سامي بيعرف يلعب على العواطف وبيعرف يخلق كاركتر الناس تحبه حتى لو مبالغ فيه. جعفر يعني ترند، والترند بيساوي نجاح، والنجاح كان محمد سامي. طيب نقف بقى لحد هنا ونسأل خلاص بقى مخرج جامد؟ لا استنى عليا، لان في ناس كتير شايفه انه محمد سامي ملوش فيها. هو راجل بيعتمد على شويه العناصر في كل مره، البطل الجدع اللي غالبا مظلوم، البطله الحلوه اللي غالبا مراته، الحاره الشعبيه، الحوارات المتفجره، ومشاهد بكاء كلها صريخ، على شويه رقصات ودموع في كل حلقه سبايسي يعني. طيب هل الكلام ده معناه ان هو بيكرر نفسه ولا دي السيجناتشر بتاعته؟ ده اللي هنفصله بقى اكتر دلوقتي، لانه في رمضان 2025 جه ومعاه الاجابه. رمضان 2025 محمد سامي قرر يدخل فيه دخول ناري بمسلسلين. محمد سامي قرر يلعبها كبير وقال لك مش مسلسل واحد، انا داخل بنفرين في الجمعيه دي. اول مسلسل كان ايش ايش، دراما شعبيه ولكن بشكل جديد. المسلسل من بطوله مي عمر طبعا، ومعاها مجموعه تقيله تسند معاها زي ماجد المصري، شرنوبي، ادوار، شيماء سيف وغيرهم كتير. حدوته المسلسل حوالين شروق المشهوره بايش ايش، رقاصه بتشتغل علشان تساعد اهلها بس بتحاول تهرب من الدايره دي وتشتغل بقى في حاجه محترمه. وعلى غير المتوقع المسلسل كان فيه جانب كوميدي بس على خفيف، ما هو مش كله دموع ونكد، والحوارات كان فيها بهارات سامي المعتاده بس بنكهه جديده شويه. يعني محمد سامي اهو بيحاول يكسر النمط، ولا دي كانت محاوله تجميل لنفس الطبخه؟ ده بقى الجمهور بيختلف عليه. تاني مسلسل سيد الناس كان بطوله عمرو سعد والهام شاهين واحمد رزق وخالد الصاوي. تخيل كل الاسامي دي. مسلسل بيدور حوالين الجرح ابو العباس، شاب من السبتيه دخل السجن بدل ابوه، لكنه بيخرج من السجن يلاقي الدنيا مقلوبه، والسر الكبير المستخبي بقاله سنين بيقلب كل حاجه. المسلسل دخل في جدل كبير كالعاده، خصوصا بقى مشهد فتح المقبره اللي ناس كتير شافته انه غير مقبول دينيا ولا اجتماعيا. بس سامي كعادته بيعرف يخلي كل مشهد يثير الجدل، وبالتالي يخلق الدوشه اللي سامي بيحبها. الخلاصه محمد سامي مخرج ولا ملوش فيها؟ بص يا معلم، محمد سامي مش اكتر من مخرج بيعمل شغل فني، لكنه مش صاحب رؤيه سينمائيه زي مروان حامد او تامر محسن، لكنه مخرج بيعرف يخلق حاله، بيعرف يمسك الترند من وسط الزحمه ويخلي الجمهور مستني كل حلقه. باختصار هو مخرج جماهيري بيعرف يلعب على الاحساس وعلى القصه اللي فيها ظلم وعلى الجدعنه وعلى اللقطه اللي تعمل ضجه وترند. هل الكلام ده بقى معناه انه ملوش فيها؟ لا خالص، هو ليه فيها وليه فيها جدا بس بطريقته. وسواء بتحبه او ما بتحبوش محدش يقدر ينكر ان هو صانع ترندات بامتياز. الاسطوره، البرنس، جعفر العمده، والسنه دي في رمضان 25 قدر يعمل ده مرتين في نفس الشهر. عموما عندنا الكومنتات نتخانق فيها زي ما احنا عايزين، ونشوف هل شايفين ان محمد سامي مخرج حقيقي صاحب مدرسه ولا شايفينه مجرد صانع محتوى شعبي وبيستغل العاطفه عند المصريين والعرب. وما تنسوش لو الحلقه عجبتكم تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب، ويا ريت تشرفونا باشتراككم في القناه. وبكده خلصت حكايتنا النهارده، واستنونا في حلقه جديده من حكاوي سقراط.